ازيكم يا ابطال؟ النهارده ان شاء الله عندنا اخبار مهمه جدا لكل لعيبه كره القدم. ركزوا معايا لاخر الفيديو عشان فيه مفاجاه مهمه جدا. النهارده هنتكلم فيه عن اقوى المهارات اللي هتخلي الجماهير تقف تشجعك وتحييك. لحظه دخولك الملعب دي من اللحظات اللي كل المعجبين والمحبين ليك هيكونوا منتظرينها دايما. ليه؟ لان انت اكيد هتقدم لهم اقوى اللمسات واقوى المهارات واقوى اللقطات خلال مشاركتك في المباراة. النهاردة هنتكلم عن مهارة التنطيط. مهارة التنطيط خلي بالك هي مش من المهارات اللي بنستخدمها بشكل فعلي في الملعب، ولكن هي من المهارات اللي بتعلمنا اقصى قدر ممكن من التحكم في الكرة والسيطرة على الكرة. لان انت طول ما انت مسيطر على الكرة هتقدر ان انت تخترق المدافعين بشكل قوي جدا وبشكل مميز جدا، لان انت بتكون المسيطر الوحيد في الملعب على الكرة، ودي ميزة بيتميز بها النجوم الكبار فقط. قدرتك على السيطرة على الكرة والتحكم في الكرة هتخلي منك نجم كبير جدا. يلا بينا مع بعض هنتعلم مهارة التنطيط، بس خلي بالك اوعى وشك. مهارة التنطيط من المهارات الصعب جدا تعلمها في البداية، لأن دايما هتلاقي الكرة بتقع منك. وعلشان نوصل لأقصى درجات الإتقان في مهارة التنطيط والتميز والإبداع والتحكم في الكرة بشكل كبير زي ما احنا شايفين كده، في خطوات مهمة جدا هنتعلمها مع بعضينا. المهم ان انت هتركز معايا لآخر الفيديو، لأن هوصلك لأقصى مراحل الإتقان في مهارة التنطيط. يلا بينا على التمرين الاول، وهو ان انا بنطط الكرة مرة برجل اليمين وامسك الكرة بايدي، ومرة برجل الشمال وامسك الكرة بايدي، وهكذا استمر على التمرين دوت فترة كبيرة لحد ما اتقنها بشكل كويس جدا. الجزء الاخضر دوت ده اللي انا بلمس بيه الكرة علشان الكرة تبقى مسيطر فيها وما تبعدش عنك بالشكل دوت. هتستمر اكتر من مرة على التمرين دوت، مرة برجل اليمين ومرة برجل الشمال. يلا بينا التمرين التاني، وهو ان انا بلمس الكورة مرة برجل اليمين واسيبها تنزل على الارض، ومرة برجل الشمال واسيبها تنزل على الارض، وهكذا استمر على التمرين دوت لحد ما اتقنه بشكل كويس جدا. ما تنقلش على التمرين اللي بعده الا لما تكون اديت التمرين الاولاني بشكل كويس جدا جدا جدا. وهنا لازم احافظ على التوازن بتاعي، ما افضلش اجري يمين وشمال، لازم احافظ على الثبات. التمرين الثالث، وهو ان انا بنطط مرة يمين مرة شمال وامسك، مرة رجل اليمين مرة رجل الشمال وامسك، يعني لمستين متتاليتين. يبقى انا نططت مرتين، كنا بننطط مرة واحدة الاول كده، بعد كده بنطط مرتين، مرة يمين مرة شمال وامسك الكورة، هكذا زي ما احنا شايفين كده. برافو جدا. اللي يقدر يعمل الفيديوهات دي يبعتها لي فورا على الكومنت. وهنا بقى المفاجأة الكبيرة، بعد ما اتمرنا ال3 تمارين هتكون النتيجة كده. تابع الفيديو للآخر وقول لي ايه رأيك.